Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Assalamu alaikum musidɓe am fulɓe daroɓe Fulɓe TV hande kadi minen garani hen ɗo Banjul ni e university mumen ɗo gandanta ɗo mbo wadde programme fi imamu jangguigo imamuɓe affaire dina hande kadi ko hande fuɗɗa ɗo ha e ase o inchallah nden no ala wattere gabbone men jiyon ko min keɓani ɗo hande on jarama. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. فباسم إدارة الدورة العلمية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة، وهذه في هذه السنة تعتبر الدورة الثالثة، وباعتبار ما نظمته الوزارة لغامبيا تعتبر الدورة الرابعة لدولة غامبيا من وزارة الشؤون الإسلامية من المملكة العربية السعودية بتنسيق مع المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا مع مكتب الملحقية الدينية التابع لسفارة خادم الحرمين الشريفين بدكار السنغال، والجهة المستضيفة جامعة الإحسان. فنرحب بكم جميعا في هذه الدورة، كما نرحب بضيوفنا الكرام من المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ سعود العنزي المحاضر، وكذلك فضيلة الشيخ فارس الزهراني المنسق. فأهلا ومرحبا بكم في دولة غامبيا. فخير ما نفتتح به هذه الدورة تلاوة آي من الذكر الحكيم يتلو على مسامعنا أحد الأئمة المشاركين في هذه الدورة، وهو الشيخ معاذ كباساني، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير هذه التلاوة العطرة. كما لا ننسى في بداية هذه الدورة أن نشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما ومتعهما بالصحة والعافية. كما لا ننسى أن نشكر أيضا فضيلة وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف، وكذلك مدير مكتب الملحقية في دكار على تعاونهم مع وزارة الوزارة في دولة غامبيا. من هناك ننتقل إلى كلمة الجهة المستضيفة للدورة، وهي جامعة الإحسان. يلقيها بالنيابة رئيس الجامعة فضيلة الدكتور باسم السيسي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأفاضل المشاركون في هذه الدورة العلمية المباركة، أحييكم بتحية الإسلام الزكية العطرة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة السعيدة، وهي مناسبة عقد دورة علمية للأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم، هذه الدورة التي تنظمها مشكورة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في مكتب الملحقية التابعة لسفارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه في دولة السنغال دكار. إنها لمناسبة عزيزة على قلوبنا أن نستضيف هذا الحدث العلمي في نسخته الثالثة هذا العام، فنحن في جامعة الإحسان فخورون بأن نكون أهلاً لاستضافة هذه المناسبة السعيدة واستضافة هؤلاء الأئمة والدعاة والخطباء على أرض جامعة الإحسان من أجل اللقاء العلمي، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونحن بهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد أن شكرنا الله عز وجل وأثنينا عليه بما هو أهله، أن نشكر جزيل الشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، متعه الله بالصحة والعافية، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله وسدده في قوله وعمله على قيامهم بهذه الأعمال الجليلة التي يقدمونها هدية للأمة الإسلامية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وفي أعمارهم وفي أعمالهم، وأن يبارك في بلاد الحرمين ويزيدها تقدما وازدهارا، وأن يحرسها بعينه التي لا تنام. كما لا يسعنا مرة أخرى إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة مدير مكتب الملحقية بدكار الأستاذ سلمان بن عبد العزيز الفهيد على قيامه وصبره الدؤوب على رعاية والإشراف على هذه المناسبات العلمية التي تعقد في الدول الأفريقية عموما وفي غامبيا بصفة خاصة. والشكر موصول لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعود العنزي، أستاذ العقيدة في جامعة منطقة الحدود الشمالية، حفظه الله ورعاه، على ما تجشم من مشاق ومتاعب في سبيل الوصول إلينا من أجل عقد هذه الدورة العلمية المهمة. وكذلك نشكر المرافق الإداري الأستاذ فارس بن محمد الزهراني على ترتيبه وتنظيمه لهذه اللقاءات وتنسيقه لهذا اللقاء منذ أن كان في أرض المملكة العربية السعودية إلى أن وصل إلينا مشكورا مأجورا، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء. كما لا أنسى أبدا أن أشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على قيامه بشؤون هذه الوزارة وإدارته إياها إدارة محكمة متقنة، فجزاه الله خيرا عن الدعوة والدعاة وعن الأئمة والخطباء في كل مكان. إخوتي الكرام، كذلك لا أنسى أن أشكر لهؤلاء الأئمة على استجابتهم وتلبيتهم لهذه الدعوة وحرصهم على المشاركة في هذه الدورة العلمية المباركة. نفعنا الله جميعا بما يلقى على مسامعنا في هذه الدورة، وجزا الله فضيلة الأستاذ المحاضر
خير الجزاء على ما بذل ويبذل من نشر هذا العلم الشرعي الصحيح المعتقد الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونؤكد للملحقين وللوزارة بأن أبواب هذه الجامعة تبقى مفتوحة دائما لاستضافة مثل هذه اللقاءات العلمية في كل وقت وعلى مدار العام. جزاهم الله عنا خير الجزاء، وجعل هذه الأعمال التي يقدمونها في سبيل خدمة العلم وطلبته وخدمة الدين والأئمة أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. كلمة الدكتور بابا سانكو سيسي رئيس جامعة الإسلام والمشرف على إدارات وزارة الشؤون الإسلامية في غامبيا على هذه الكلمة الطيبة. جزاكم الله خيرا. كما نشعركم بأن عدد المشاركين في هذه الدورة تفوق 80 داعية، حوالي 85 بإذن الله تعالى. العدد الرسمي 70، زيادة مع دعاة الوزارة سيمشي العدد إلى 82 داعية. كما أن باب الاستفادة أيضا مفتوح، قد يصل العدد إلى حدود 100. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سيلقى علينا. جزاكم الله خيرا. الآن ننتقل إلى كلمة المجلس الإسلامي الأعلى يلقيها بالنيابة فضيلة الشيخ القاضي عمر أحمد سيكا، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى، وكذلك رئيس المحكمة الاستئنافية مثلا الشرعية بالمحكمة العليا بدولة غامبيا بانجول. فليتفضل الشيخ بهذه الكلمة. فالمجلس هو الذي ينسق مع الجامعة وكذلك يعني مكتب الملحقية في تنفيذ هذه الدورة. فليتفضل القاضي مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. سعادة مدير الجامعة إحسان الأخ دكتور بابا سانكو سيسي، وكافة منسوبي جامعة الإحسان العريقة، سعادة الضيوف الأكارم، فضيلة المحاضر سعود العنسي ورفيقه فارس زهراني المرافق الإداري في هذه الدورة المباركة، مدير الجلسة الأخ الداعي الشيخ محمد صالح باه، ودعاة الوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، أيها المشاركون من الأئمة والدعاة والخطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا بقيادة الشيخ الفاضل الأخ عيسى فودي دابو يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منسوبي المجلس أن نبلغ إدارة الدورة بأن المجلس الإسلامي ليسره كثيرا أن يشارككم في مثل هذه الدورات العلمية الدعوية المباركة. ويعتبر هذه الدورة هي الدورة الثالثة للأئمة والخطباء والدعاة في هذا البلد المبارك في هذا العام، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بإشراف كريم من الملحقية الدينية بسفارة الخادم الحرمين الشريفين بدكار، وبتنسيق
مع الدعاة الوزارة في غامبيا ومجلس أعلى للشؤون الإسلامية أيضا في غامبيا باستضافة الكريمة لجامعة الإحسان الإسلامية العريقة. وإن هذه الدورة المباركة تأتي في وقت تحتاج فيه أمة الغامبية والإسلامية عامة إلى تجديد الوعي الدعوي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتقوية الخطاب الشرعي المبني على العلم الراسخ والفهم العميق لمواجهة تحديات العقدية والفكرية والسلوكية التي تعصف بمجتمعاتنا المعاصرة. أيها المشاركون، لقد ظلت مملكة العربية السعودية بقيادة قادم الحرمين الشريفين وسمي ولي عهده الأمين رائدة في خدمة الإسلام والمسلمين وراعية لمشاريع العلم والدعوة في أنحاء العالم الإسلامي دعما لمنهج الوسط المستمد من الكتاب والسنة. وإننا في المجلس الإسلامي الأعلى بجمهورية غامبيا نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لهذه الجهود المباركة التي تعزز رسالة الإسلام وتوحد صفوف الدعاة والعلماء على كلمة سواء. كما نثمن عاليا للدور الذي تقوم به الملحقية الدينية بسفارة القادم الحرمين الشريفين في دكار في دعم المشاريع العلمية والدعوية في منطقتنا عامة وفي غامبيا خاصة، وتنسيق جهود الدعاة في الميدان خدمة للإسلام والمجتمع الإسلامي. أيها الأئمة والخطباء، إن هذه الدورات المباركة ليست مجرد لقاءات علمية، بل هي رسالة إحياء وتجديد وبناء، فاحرصوا على أن تكونوا فيها طلاب علم نجباء ودعاة خير وإصلاح تجمعون بين العلم والعمل وتبلغون رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يبارك في جهود وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وفي علمائنا ودعاتنا في غامبيا وقطر غرب أفريقيا. لا نختم إلا أننا نرحب بضيوفنا ونقول لهم ما قاله شاعر موريتاني لمن أكرمه حين قال: أكرمتني كما أكرمت أبي من قبل فعش قرنا كي تكرم حفيدي. فإن البلاد المملكة قد ألف من بعيد أنها رائدة الدعوة والعمل الإسلامي في العالم الإسلامي، إنها رائدة الصحوة الإسلامية، فتحت جوامعها وجامعاتها لتعليم أبناء العالم الإسلامي، وقد أحيت المملكة تراث الإسلامي في العالم الإسلامي بعد أن كاد أن ينقرض، وجزاهم الله خيرا وعلمائها وشعبها بما يقومون به. أيها الضيوف الكرام، ضيفنا الكريم، أيها الضيف، إذا ما جئتنا أنت رب الدار ونحن الضيوف. ونختم كتابنا ونسلم عليكم جميعا، وآخر دعوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول لكم أيها الطلبة، قديما قالت العرب: إن الضيف مخبر أهله عن مبيت ليله إذا أصبح. فهؤلاء ضيوفنا الكرام، فاروهم بما عندكم من الاهتمام بالعلم واحترام للضيوف، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله القاضي النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى على هذه الكلمة. وإذا شكرنا المملكة العربية السعودية فلا ننسى أن نشكر حكومة غامبيا، وعلى رأسها الرئيس فخامة الرئيس آدم بارو حفظه الله ورعاه،
ومتعه بالصحة والعافية. كما نشكر جميع أعضاء الحكومة على تسهيلهم لهذه البرامج الدينية في هذه الدولة. فحكومة غامبيا تسهل في مثل وصول هؤلاء الضيوف إلى الدولة وإقامة هذه البرامج الدينية، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فمدة الدورة الرسمي 5 أيام، والكتاب المقرر كما ترون هو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والآن نهيل الكلمة إلى الضيف المحاضر من الوزارة الشؤون الإسلامية من المملكة العربية السعودية شيخ سعود العنزي، فليتفضل بكلمته مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأرحب بالإخوة جميعا في هذا اللقاء وأحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه لمن دواعي سروري ومما يسعد القلب ويؤنس النفس أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة، أن نلتقي بمشاعر العلم ومشاعر النور في هذه البلاد الطيبة المباركة، لأن العلماء والدعاة وطلبة العلم في الواقع هم مشاعر وأنوار العلم، هم الذين يحملون هذا العلم إلى مجتمعهم والخير لأبناء بلدهم. ولهذا فأنا مسرور جدا حقيقة بالالتقاء بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم إنني أتقدم بالشكر لهذه البلاد المباركة وشعبها، وعلى رأسها فخامة رئيسها. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا على ما تقومون به من جهود طيبة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسهيل وصول الدعاة إلى هذه البلاد الطيبة لنشر العلم القائم على الكتاب والسنة، وإيصال الإسلام الحقيقي إلى كل بقاع الأرض. هذا الذي نطمح، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الحقيقة الذي يرعى مثل هذه المناسبات ويباركها ويؤيدها، ولولا الله جل وعلا ثم جهود هذا المجلس المبارك لما رأيتم مثل هذه الدورات وأثرها ونفعها الذي يعم هذه البلاد. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الإخوة المشايخ الكرام في المجلس الأعلى. والشكر أيضا لجامعة الإحسان، هذه الجامعة الطيبة المباركة، على استضافتها لهذه الدورة، وهذا ليس بمستغرب، فإن هذه الجامعة قد جعل الله عز وجل فيها البركة في مسؤوليها وفي طلابها، وهم مشاعل خير ونور لهذه البلاد الطيبة المباركة، ولا شك أنهم دائما يرحبون بمثل هذه الدورات وهذه المناسبات. وأشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ على إقامة مثل هذه الأنشطة والدورات المباركة والدورات العلمية التي فيها نفع عظيم وفيها تدارس للعلم بين أهل العلم وطلبة العلم. فإننا جميعا وأنا أولكم يعني بحاجة إلى أن نتدارس العلم لكي لا ينسى هذا العلم، وأن نذكر بعضنا بعضا. والله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنسأل الله جل وعلا أن ينظمنا في سلك الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر،
ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الحق وأنصاره، وأن يميتنا على هذا الدين العظيم الذي جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أشكر الإخوة جميعا، المشايخ وطلبة العلم، الأئمة والخطباء، على الحقيقة الحرص على حضور هذه الدورة وهذا العدد الطيب الذي تجاوز 80. والحقيقة يعني هذا العدد يشرح الصدر ويؤنس النفس، بل ويشجع الوزارة ويشجع الدعاة أيضا على أن يعني يقيموا أيضا مثل هذه الدورات، لأنه إذا وجد الحرص من طلبة العلم هنا من مشايخ أئمة وخطباء فإن هذا لا شك أنه يشجع على إقامة مثل هذه الدورات. شكر الله لكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم، إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذا نعلن رسميا في يوم الأربعاء 21 جمادى الأولى لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 12 من شهر نوفمبر 2025، افتتاح الدورة رسميا في جامعة الإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى بأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الأهواء. المؤلف رحمه الله تعالى فسر هنا السنة فقال: والسنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام القولية والاعتقادية، وأيضا الإقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه كلها من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلها داخلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نعم، السنة أيها الإخوة مفسرة للقرآن، موضحة للقرآن. فإذا جاء دليل مجمل في القرآن فإن السنة توضحه، وإذا جاء دليل عام فإنه يأتي في السنة ما يخصصه، وإذا جاء دليل مطلق فإنه يوجد في السنة ما يقيده. ولهذا لا يمكن أن يتعبد لله جل وعلا بالقرآن فقط، بل لا بد أن من السنة أيضا، لأن هذه السنة هي من الوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا وحي. والسنة أيها الإخوة لها مع القرآن 3 أحوال. الحالة الأولى أن تأتي السنة بأحكام توافق الأحكام التي جاءت في القرآن، أن تأتي السنة بأحكام توافق الأحكام التي جاءت في القرآن. مثلا جاء في القرآن الأمر بالصلاة، إقامة الصلاة، بوجوب الصلاة، كذلك جاء في السنة، هكذا الزكاة، هكذا الحج. فإذا هناك أدلة من السنة جاءت تؤيد وتؤكد ما جاء في القرآن العظيم. الحالة الثانية أن يأتي القرآن بأحكام مجملة، أو أحكام مطلقة، أو أحكام عامة، فتأتي السنة كما ذكرنا تبين المجمل، تقيد المطلق، تخصص العام. الحالة الثالثة أن تأتي السنة بأحكام لم تأتي في القرآن، فيجب العمل أيضا بهذه الأحكام، كما مثلا في تحريم
الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فإن هذا لا يوجد، الحكم لا يوجد في القرآن، ولكنه موجود في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أخرجه البخاري ومسلم. كذلك أيضا تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا أيضا لم يأتي في القرآن، ولكنه أيضا جاء حكمه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أحوال ثلاثة للسنة مع القرآن: أن تأتي السنة بما جاء به القرآن، أن يأتي القرآن بأحكام مجملة تبينها السنة، أحكام مطلقة تقيدها السنة، أحكام عامة تخصصها السنة. الأمر الثالث أن تأتي السنة بأحكام لم تأتي هذه الأحكام في القرآن، كما ذكرنا في الأمثلة التي وضحناها. نعم. قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. ثم قال: وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس، يعني المقصود بالقياس هنا القياس الفاسد الذي تعارض به النصوص الشرعية. القياس الفاسد الذي تعارض به النصوص الشرعية ويعارض به مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا معنى هذا الكلام الذي قاله الإمام أحمد، لأنه قد يقول قائل: لا، في هناك قياس في السنة. لا، الإمام أحمد يقصد القياس الفاسد الذي تعارض به النصوص الشرعية. وأقرأ لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا معنى هذا الكلام الذي جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فبين أن ما جاء، بين يعني الإمام أحمد، أن ما جاء به رسول الله، أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعارض بضرب الأمثال له، ولا يدركه كل أحد بقياس، ولا يحتاج أن يثبته بقياس. يعني لا تحتاج أن تثبت النص الشرعي بقياس، النص الشرعي ثابت بنفسه ولا يحتاج في إثباته إلى قياس. قال: بل هو ثابت بنفسه، وليس كل ما ثبت يكون له نظير، وما لا نظير له لا قياس فيه، فلا يحتاج المنصوص خبرا وأمرا إلى قياس، بخلاف من أراد أن ينال كل ما جاءت به الرسل بعقله، ويدخل العقل في النصوص الشرعية ويرد أحيانا النص الشرعي لأنه لم يوافق العقل. وهذا موجود في زماننا من بعض من يسمونهم المفكرين الإسلاميين، تجد أنه يقول لك: لا، هذا الدليل غير صحيح. لماذا؟ قال: لأنه يعارض العقل، لأن العقل يرفضه. أي عقل هذا؟ عقلك الفاسد أنت، وتفكيرك المعوج، وعقلك الذي ملئ بالأهواء. عقل من هذا الذي يعارض به النص الشرعي؟ هذا أمر عجيب. أن يرد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لأنه لم يرق ولم يعجب عقل ذلك المفكر أو ذلك الإنسان. هذا أمر عجيب. ولهذا قال: بخلاف من أراد أن ينال كل ما جاءت به الرسل بعقله ويتلقاه من طريق القياس. هذا لا يمكن أن تجعل العقل والقياس هو الأصل عندك في حكمك على الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية ثابتة بنفسها، والعقل تابع للقرآن، بل هو وسيلة لفهم الكتاب والسنة. لكن أن يكون العقل هو الحكم على النقل فلا شك أن هذا من مفاسد أو التي جاء بها المتكلمون الذين حكموا أو جعلوا العقول حاكمة على القرآن، فما قبلته عقولهم قبلوه وما ردته عقولهم ردوه، حاشا وكلا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: وليس في السنة قياس. وكما ذكرنا إذن هو يقصد ماذا؟ الأقيسة الفاسدة التي تعارض بها النصوص الشرعية. أما القياس الشرعي الذي يستند إلى النصوص فهذا ليس من الأقيسة العقلية الفاسدة. وأول من قاس إبليس لعنه الله، أول من استعمل القياس الفاسد إبليس لعنه الله، حيث أمره الله لما أمره الله جل وعلا أن يسجد لآدم قاس بعقله، فقال: كيف أنا أسجد؟ أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، فظن أن مادة النار أفضل من مادة الطين،
فقاس بعقله فضل. قال أنا خير منه. لماذا؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن أن النار أفضل من الطين، فأول من قاس إبليس لعنه الله. ولهذا قال الشهرستاني في الملل والنحل، قال أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، لأن النص جاءه النص الإلهي اسجد لآدم. طيب، قال واختياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال كل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص، قال مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبتت عنهم بالبراهين يعني الصحابة القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به. ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل. انتهى كلامه، لأنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع نقل صحيح مع عقل سليم، لا يمكن أبدا عقل سليم يعارض النقل الصحيح. إذا عارض العقل النص فاعلم أن في هذا العقل فساد، وإلا لا يمكن أن يأتي شيء في القرآن أو في السنة لا يقبله العقل، هذا أمر محال. وأهل الرأي والمتكلمون ومن تأثر بالفلاسفة من أكثر الناس قياسا في الواقع مع بطلان ما يقيسونه. وقد كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا أبعد الناس معارضة للنصوص بالأقيسة الفاسدة، بل كانوا يعظمون النص ويقفون حيث أمرهم الله جل وعلا أو نهاهم، ولا يقولون لما قال الله كذا ولما قال الرسول كذا، أو لا أقبل أنا هذا الرأي أو هذا النص إلا إذا قبله عقلي، لا، وإنما الأمر كما قال الله هو التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أبدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الأصل في موقف المسلم من النص الشرعي، حتى لو لم تفهم الحكمة من ذلك فإن موقفك هو التسليم. لا يمكن مثلا تقول لماذا صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات، هذا ليس شأنك، إنما شأنك التسليم. لماذا الحج في الوقت الفلاني، لماذا الصوم في الشهر الفلاني، لماذا كذا ولماذا، هذا ليس شأنك، أنت شأنك هنا التسليم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولا تضرب لها الأمثال، لا يعني بمعنى لا يقال لما في الأفعال ولا يقال كيف في الصفات. قال ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هذا هو خلاصة موقف المؤمن مع النصوص الشرعية، الاتباع وترك الهوى. قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن
والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. وأن لا يرد أو يرد عندك النسخة المختلفة. عندي زيادة وأن لا يرد حرفا عفوا وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. إذن يقول رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي يعني يجب الإيمان بها، قال: التي من ترك منها خصلة بأن لم يعني يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. وسيأتي الكلام أيضا عن الإيمان في هذه الرسالة بالقدر خيره وشره، وهو ركن من أركان الإيمان كما لا يخفى عليكم. قال: والتصديق بالأحاديث فيه، يعني الأحاديث الواردة في القدر، الأحاديث الواردة في القدر. قال: والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف. وفي هذا كما لا يخفى تنبيه على وجوب التسليم للنصوص الشرعية وعدم الخوض فيها فيما لا تدركه العقول. ومن ذلك النصوص الواردة في القدر، فإن القدر سر الله عز وجل في خلقه، القدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولهذا ينبغي قبول النصوص الشرعية الواردة في القدر والواردة في رؤية الله جل وعلا. لا يجوز أن ترد بحجة عدم إدراك العقول لما دلت عليه هذه النصوص، ولهذا قال: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. أنت كفيت ذلك، هناك من العلماء من الصحابة ومن بعدهم قد فسروا هذا وبينوه، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. مثل حديث الصادق المصدوق، مثل حديث الصادق المصدوق، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا نص شرعي يجب الإيمان به والتسليم له، ولا يقول كيف ولماذا هذا يكتب شقي، ولماذا يكتب هذا سعيد، لماذا هذا يعطى رزق، ولماذا هذا يكون فقيرا، ولماذا هذه كلها إلى الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى العليم بخلقه، وهو جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ولهذا الموقف هنا مثل هذه النصوص الشرعية هو التسليم، كما قال مثل الحديث الصادق المصدوق. قال: ومثل ما كان مثله في القدر، يعني كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل ومعمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ونحو ذلك من الأحاديث التي لا تبلغها العقول. هذه أحاديث لا يمكن أن يحيط العقل بها، ولا يمكن أن يدرك العقل كنها السر فيها، وإنما العقل هنا موقفه القبول والتسليم لهذه النصوص الشرعية حتى يكون مسلما ممتثلا لأمر الله جل وعلا. قال: ومثل أحاديث الرؤيا أيضا، رؤية الله سبحانه وتعالى. تعلمون أن كثيرا من أهل البدع رد أحاديث الرؤيا ولم يقبلها، ولهذا قال: وإن نعت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. وهذه لا يستوحش المستمع الذي ذلل عقله وقلبه
على الاستسلام للنصوص الشرعية وقبول النصوص الشرعية لا يستوحش عقله من أي نص شرعي أبدا، إنما الذي قد ينتفض ويستوحش عقله وقلبه من سماع بعض الأدلة الشرعية هم أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة الذين وطنوا أنفسهم على التسليم للنصوص الشرعية فلا تستوحش أبدا قلوبهم وعقولهم من النصوص الشرعية حينما يسمعون نصا شرعيا. وقال وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. إذن فكل حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فموقف المسلم منه هو التسليم والقبول لهذا النص الشرعي ما دام أنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقال لما لا يتوقف المؤمن على قبوله في قبوله على قبول عقله له، لا. إذن هنا أنت حينما تقول لا أنا لا أفعل هذا إلا إذا علمت لماذا هذا النص وما هي الحكمة منه وكذا وكذا، أنت في هذه الحالة غير مؤمن بالنصوص الشرعية وأنت غير مسلم، لأن الأصل في الإسلام هو الاستسلام. الأصل في الإسلام هو الاستسلام لما قال الله ولما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة هو الاستسلام للنصوص الشرعية وعدم الخوض وعدم رد النصوص وعدم إدخال الأقيسة والعقول في النصوص التي لا يدرك العقل كنهها ولا سرها، وإنما الموقف فيها هو التسليم. المشايخ يقولون نكتفي بهذا اليوم، أتعبناكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر. نلتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe wonɓe ndarude men ɗo kala ka wawɗon wonde hande e nde ɗo ñalande talata 12 November 2025 ka Al Ihsan University. haray hande hiɗen jogiɗo imam training course mo andanɗa hoorema ko Kingdom of Saudi Arabia, ɓe anndanɗa hoorema ko ministry jogiiɓe affaire religious affairs waɗi mo sponsor wondude e wallindirgol oɗo office wonɗo e onda embassy of Kingdom of Saudi Arabia wonɗo Dakar Sénégal, wondude e wallindirgol kadi e Supreme Islamic Council ndiɗo leydi Gambia waɗugol train imamuɓe yahoɓe ɓattiɓe temedere, ɓe mana ɓe yahay 60 e ko fawi. oɗo imam training course ko ulama jomiraɓe gande immori ɗo ha Kingdom of Saudi Arabia o Cheikh Saoud Al Anazi e Cheikh Farisi ɓe ari ɗo mottidirgol ɓeɗo almamiɓe jannaɓe deftere wiyetende yani usulu sunna li imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. haray noon ɓeɗo almamiɓe hiɓe suɓa e different nokkeli sertuɗi, woɓɓe ɓen kaka university ji yani Arabic Islamic University wonɗi e nder leydi woni ko ɓe ƴetta, woɓɓe ɓen kaka maslan Arabic school ji, woɓɓe ɓen ko almamiɓe maslan julnoɓe e jumaji. haray oɗo training course o mo wonɗen e wadde ɗo hande, haray ko ɓe waɗani Gambia kon haray ko oɗo wonta nayaɓo, kono e nder ndiyeɗo hitande 2025 ko oɗo wonta tataɓo. onon ɗon andi ɗi fof on tawamaɗi maslan Fulɓe TV. haray noon ɗum ɗo maslan yewtuɓe ɗo ɓen wono docteur Baba Sankun Cissé, kanko woni hoorejo yani Al Ihsan University. o waɗi welcome jama on, o weltanike kadi laamu Kingdom of Saudi Arabia, o weltanike kadi laamu Gambia ngun, o waɗi welcome kadi ɓeɗo almamiɓe haray yoɓe hittin e oɗo imam training course wona e waɗede ɗo ɓe wawa ɗum naftorde. ko wana noon kadi oɗo Alqadi Oumar Seck mo andanɗa hoorema kanko woni first vice president Supreme Islamic Council, kankadi o werni ɓeɗo hoɓɓe o wiɓe ko bisimilla. haray Supreme Islamic Council ɗen andi almamiɓe ɓen e ɗiɗo jami uji fof e juulirdaji e nder leydi ndin yani ko onda Supreme Islamic Council woni.
joni simen heɓi woɓɓe immoroɓe yaasi wano Kingdom of Saudi Arabia ɓe masalan ɓe jannana men ɓeɗo almamiɓe e ɓeɗo waɗoɓe khutba wawa ɓe eltude ɗum ɗo ko nafoore no wayni ko Supreme Islamic Council ɓe woni e wallitade ko ɗum waɗi heɓe waɗa welcome e sifa ɗiɗo imam training course o jarni kadi masalan Kingdom of Saudi Arabia haray meɗen yiɗi sifa ɗiɗo course ji heɗi wawa kontinde haray en jarni fo en weltanike fo oɗo noon course ko duwano wonde ko balɗe 5 kono on yiyay ko balɗe 4 ko hande alarba woni ko fuɗɗi o yahay ɗo ha e samedi inchallahu taala haray ɗen tori yo Allah subhanahu wa taala waɗan en jang waɗa kadi barki e nde ɗo jonde wawen naftorde kadi masalan darsuji ko wona e jonnede ga ko ardino jonde nden ɗo ko musidɗo mon alimam Mouhammad Salih Bun Mahmoud Ba. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu aleykum no miɗonide hannde kadi eɗen tawɗo e musidɗo meɗen goɗɗo mo gandanta e tawa e moftodiral ngal hannde alal mattere jewdede muɗum ganden ko ɗum addi en ɗo hannde mawɗo a salminama. Salmitama noon kadi on jarama weltanama. Inchallah inde nde ko Ali Khidir. Ali Khidir jeeya on ɗo ba komi jeeyaɗo Bansan nam komi woni ɗo Olyun ɗum fewdo Saye ɗo mi jangguinat ɗo school Oustaz Mouhammad Salih Mahmoud Ba menen woni fos baji mabɓe on nam. Mashallah Oustaz Sadiq en hari en fotti ɗo hannde ko ɗoni moftodiral ngal ɗo hannde. Tayyib alhamdulillahi rabbil alamin ara en yetti Allah subhanahu wa taala on mo tawata kanko woni uddito dambuɗe moƴƴireji ɗin fof muɗum wonande jeeya e makko ɓen ara en jarni kadi président leydi ndin ɗo ɗen e gouvernement mabɓe en fof ɓe tawata udditani en dambuɗe dame baafe wonande kadi yimɓe iwoɓe ka yaasi ara ɓeyditan en kañum kadi moƴƴereji kala ko ɓe heeɓi ko tawata nawra leydi ndi yeeso ka sengo udditogol en ka sengo gandal ka sengo diina meɗen e hoyendeji ko tawata fof ɓe wawi hewtinde leydi ndi haɗa en jarni laamu ngo uddituɓe en damme ɗon fi wonande janam ɓe wawa adde ɗum ɗo e nder leydi men ndi ara so ɗon yawti kadi en jarni karam ko men ɓe wona docteur Mbaye Keba Ka en e docteur Baba Cissé en ha docteur Ali Diagana en daraniɓe en fi nde darde ɗo ɗen fi yanñugol diina men kan kadi e famuji min ɗin ka sengo diina aray ko noon woniri nde jonde meɗen ɗo hannde ko ɓeyduru gandal ɗen andi ko karam ko ɓerronata annabaɓen ka yettingol diina kan yamira yimɓe ɓen ko moƴƴi haɗa ɓe ko boni haray ko karam koɓe woni ko watta ɗeɗo golle joni noon haɗa ɓen karam koɓe kadi no haton jini ko wiyete ko matériel no jeeyaɗi matériel ji ɗon famugol diina kan faamu selluɗo ɓay haray kamɓe woni ko yettinta tawa si ɓe yettini e tagore Allah on nden diina kan ko yowiti diina kan haɗa ko yettinande sellu ɗon koɓe yettinta tawna ɓe majji haɗa en ɗo no jeeya ko woni kon saabu ngal ɗo tummodiral hannde fi ɓeyditangol karam koɓen ka diina faamuji ko yowdiri kon e sunna haɗa so neɗɗo wiyama tigui tigui on himo ko julɗo ko honno duwa wuridde e islam makko on o wiye ko julɗo tigui haɗa kala iwɗo ɗo e amen minen kadi min naɓare oɗo lettre min yettina ɗimmoji amen goɗɗo go wonɗo ka yaasa mo aral ɗo ɗen haɗa minen ɗo on komin wonay comme ambassade ɓe tawata mo beesi ari ɗo ko iwdi ɗo kon ko ɗum o yettinoyta ka yaasi feññinalngol jaman ko honɗum woni diina selluka kan ko honɗum woni sunniyanke jokkuɗo sunna on ko honɗum woni nelaɗo sa sallam ko wurno e dow muɗum ko honum sahabaɓe wurno e dow muɗum haɗa kala ndema julɗo sa yewtimo anda kon diina makko kan taw so rewiri ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala o beloyto yawmal qiyama haray ɗum ɗo no jeeya ko woni saabu ngal ɗo tommodiral nam ko ɗum woniri no wiɗa ni ko noon joni haray ko ngal ɓoftodiral sigu janggene ko hannde fuɗɗi ka ɗum neɓi wadde ko Gambie ɗo actually min wano min on haray ko hannde woni kon fuɗɗi tawede tawi noon haray on tino e goɗɗigo kono sono fof hino wadde sifa muɗum haray wonde watte ka Islamic Council wonde waɗe school ji goɗɗigo wanno so tawi joni school ji ɗin fermi a yiya e nder lebbi tati ɗin fof haray sifa ɗum ɗo no wadde e karam koɓe sertuɓe ara e leydi ndi sono fof so on tawde haray lamɓe leydi ndi machallah alhamdulillah heɓe wondidi dame baafe ko yowiti e diina kan kadi ɗum ɗon kadi yo ar ko wawata ɓeyde jama e sengo diina maɓɓe kan haɗa ɓeeɗo kadi ko iwoɓe ka leyɗe yaasi ara tawta karam koɓe wonɓe gaɓen ɓe waɗa link goto ɓe wallodira fi wallitagol jama on no jama famira diina mum kam nam hino gaɗen arabuɓe ɓe tawata ɓen ɗon no jeeya e wonɓe ɓen e hoore jonne ɗen ko ɓen ɗo woni jonnire darse on fewon ɗo karam koɓe no ka leydi gaɗen ɓe tawata no wawi wadde sifa ɗen golle ɗon ko nayi diina kan ko hawta ɗum wona arabujo jeeyi wona ɓalejo jeeyi wona portojo jeeyi diina kan ko fi yimɓe ɓen fof ko diina ko tawata haray islam ko fi diina ko annduɗa ko aduna on fof hawti kala ƴettuɗo jaaɓi ɗum ɗon haray ko kanko jeeyi haray o mari geɓal e muɗum ko ɗum addi arabuɓen kamɓe kadi ɓe ara ɓe wallodira e wonɓe gaɓe no andirɗa enen kadi woɓɓe iway ɗo ya e leydi goo kadi wallito toon kadi sakutugol diina kan haray no jeeya wonɓe gaɓen arabuɓe iwruɓe Saudiya ɓen ɗon hino jeeya wona ɓe wallodirede e muɗum haray fewn ɗo ni kamɓe woni ka hoore jonde ka sengo jonnirgol bindi ɗin e minen hedditiɓɓe men jento men heɗitoɓe kamɓe kadi ɓe ɓeydana men faamu ngun e sengo komin famuno kon e kaɗo diina nam
joni haray gal lawol lanna cakkitigal haray ko homɓe nodda fi ɓeydugo gandal ɗon ko imamuɓen tun ka ko yo almuɓeɓen walla oustasiɓen tawi ko noon woniri no wirɗe noon dina kan ko hawta ɗum kadi karamkoɓe on woni ko wawata yettinde dina kan haray ɓeeɗo ko faami fof ko faami ɓe haton jini ɓeydugol faamu tawde gandal ñande fini yoto yara yeeso ko annduɗa o ko annduɗa haɗen toon gueɗe hewɗe ɗe andani ñande fof yiɗa haton jini andude goɗɗum kadi ɓurtoɗa ɓeyde ko andunoɗa kon idan haray e nder noddan nden ɗo ɗen no ga imamuɓe no ga andantama ko salliɓe kono haray frutuɓe ɗo fof kadi ko jangguɓe no ga kadi ɓandantama koɓe mastaɓe ka school ji maɓɓe no ga kadi ɓandantama ko ticcasɓe ka school ji maɓɓe koɓe ustaduɓe ɓe janggina haray ɗum ɗo fof hino nder gaɗe no ga woɓɓe kadi ɓe annduɗa ko wonɓe janggude wonɓe wadde university hara ko talibaɓe so ɓeɗo fof muɗum mo kala no mari ga jeerin ko tawata o heɓay gaɗen o nattoda e muɗum kaw yaari toon tawa o yettina ɗum ɗon e ɗimmo e makko ɓen nam nden noon nani yettere nde moƴƴi feewi oustage on haalni ɗo ko tagui moftodiral ɗon joni oustage hanno wondirta e jama on ɓaari haala kan weyɗi machallah ko waɗɗa ko fof ko haqiqa joni haray ko honno wawta wondirde e jama on tawi haray komi wasiyoto jama on dina kan ko ɗum ɗo sellingol dina kan no jeeya ko addata kon ha neɗɗon wiye ko julɗo tigui tiguijon julɗo o na witagol tun ko julɗo ayi onon ɗo joni ɗon wiye journaliste ko tawde iɗon gollude ligge mon ɗen sin ɗon wiyama journaliste tawi ligge mon ɗen o wataɗe wadde ma on wattaɗe ma wattaɗe no rewri lawol haray mi anda si kay wiyeɗen journaliste no mérite haray méritani isan neɗɗo so wiyama ko julɗo koye andu ko honnum julɗo duwa wawde julɗo ko honum duwa wowlude julɗo ko honum duwa gollude julɗo ko honto duwa yaade julɗo ko honum duwa darde ko honum duwa jentade jikkuji julɗo ɗin ko honɗi o anda ɗiɗo ko honno wuuridirta islam makko on tawa o wona e julɗo ko julɗo hani e wonde mum kon hara yimɓe ɓen fof no duwa janngude islam ko diina ka diina kan noon haɗen landi janngugol neɗɗo a wata hottade toon wiya ko ni Allah faalira a janngani ko labudde jannga anda diina ma kan sa anda ɓattoɗa anduɓe ɓen alhamdulillah hannde ka falɗa o a janggay hay so tawi woni ko téléphone joguiɗa ɗa wawi janngude kono joni hewɓe a taway no weddete diina mum kan no uggini tun e ɗaɓɓere aduna sa wiɓe janngol ɓen nami ala time heɓe waɗi busy kono ɗum ɗon koɓe waɗi busy fof koɓe waɗi busy si reedu maɓɓe muusi tawi ma ɓe yaha hurgo ɓe yaha e hurgo ɓe heɓay ɗon time so tawi kadi ɓe nawni tawi ma ɓe waalo labutane ɓe heɓay time walagol labutane isan ɗon koɓe waɗi busy fof ɓe hettanto ɗum ɗon isan ɗon famete jakka on busy ɗon ko kamɓe woni accitanaki tun fino ɓe janggira diina kan sina ɗum diina kan fodde ko a julɗo ɓay sa soodi jon téléphone sa anda fi téléphone a cokatamo aɗa ɓay andinoma ko honno natirta honno yaltirta honno waɗita pratique e makko fiwota bonnugolle ma ta bonnu téléphone ma on ka isan diina ma kan kadi no foti anda ko honɗum duwaɗa wadde nder toon ko honno duwaɗa wawde fiwota bonnu diina ma kan fi honɗum janggota perdoy nam bisimillah ha joni Fulo TV waɗina wondema ko ɗo waññolindi bonɗen ɗo e tawede o dawa ɗo mawɗo a salminama waaleykum salam wa rahmatullah miɗon salmito miɗon juuro inde nde ko honto jeeɗa kan min mbiyetemi ko Ousmane Ba miɗo ɗo jooɗi Gambi golle ɗe ko ɗo Gambi Latrikunda Diaman inchallah school mbo wiye Oumar ibn al-Khattab walla woɓɓe ɓe mo mbiya Ummul Qouraysh ko ɗon golle ɗe ngoni fewno ɗo kono ɗo tolni ɗo hande o comme no gandirɗa ni minen Banjuli ndin saabu golle ɗe ganduɗa hoore ma kawridinne ɗo joomen inchallah min haalde hana golle ɗe ko nde fuɗɗi walla ko ɓooyi golle ɗe wawi wadde walla ko hande woni foos ngargol maɗɗo machallah si tawi ko yowiti koye golle he ina waɗi ñalaɗe ɗe ganduɗa hoore ma won hen golle gollanoɗe kono si tawi koɗo tolnaɗo ɗeɗo golle hande ɗe puɗɗi ko hande e nde ɗo ñalade hande woni aralba kono noon golle ɗe ko maɗe gon balɗe nayyi ɗe o yeeso hande aralba fuɗɗi kono ko samedi gasoyta golle ɗe noon he tongude ko janggugol he janggingol ko janggugol he janggingol won hoɓɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɓen jowtori Arabie Saoudi tawodiri ɗo he yimɓe Gambia wonande hellifaɓe Gambia ko ɓen ɗon kawri ɗo e subde seeɗa he yimɓe Gambia saabu janngude diine mumen saabu siwtodirde kadi diine mumen ko ɗum woni sababu ngal ɗo kawral nden ko hande fuɗɗoto fuɗɗi inchallah kono ina gasoya samedi si hawri e welede Allah joni noon kon keɓɗa haalande moftode yimɓe ɓe gandanɗa ƴeewoɓe ma Fulɓe TV mbawani tawede ngal moftodiral ɗo hoɗum mbawɗaɓe yewtude affaire moftodiral ngal ko jiiɗɗa hen ko e nafaka mum ko woni e ngal moftodiral masala ngal ɗo dental e ngal ɗo moftodiral ngal ɗo kawral miɗo nodda hen kala mo ganduɗa hoorema ko neɗɗo diine miɗo e nodda kala mo ganduɗa hoorema ko mbimi he wimami saabu jomin tinno he way noon ngal ɗo jokkorgal jomin tinno jangga hen diine mumen kono jangga hen ɗemgal mumen kono gandodira hen ndena hen enɗam mumen ko ɗum woni sababu o par ce que enɗam ɗam ko hen tawa par ce que diine nde ari nde janggini en saabu no ndewreten Allah
eno ñimtinten nelaɗo kadi jangguini en kadi yo en ndendu nangtotiren gonen neɗɗo goto ballodiren jurmodiren kono kadi jahodiren nden no miɗo nodda kala mo ganduɗa hoorema ka jomgal ɗemgal nde tinnotoɗa he ngal ɗo jokkorgal sa waɗi in tan ma andu diine ma kono kadi ma andu enɗam ma kono kadi ma a naf enɗam ma inchallah. Ok, joni noon jiɗɗo tawede ngal dental no hono jom watta walla onon ko mbaɗa invité walla ko eyyi ngal ɗon dental ñande goo tawede hen si tawi no weeɓi weeɓani par ce que ñande goo wonɓe ganduɗa hoorema ko ɓen dokka wawde suɓɓe dentina hen yoga he yimɓe par ce que comme no gandirɗen ni dental ngal saabu ko suɓete ko hen ko hakkude almamuji e jangguinoɓe e waɗoɓe khutba eɓe ganduɗa hoorema ko joguiɓe liggore fi diine ko ɓen cuɓete donc noon ko suɓata ko yoga he yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓen cuɓata te a kadi tawa limore nde suɓete nde hewani kono noon na uddita wonande kala jiɗɗo arde naftora kala ɗo neɗɗo yiɗi arde naftoro na uddita kono noon wonɓe ganduɗa hoorema ko ɓen tombitte ko ɓen cuɓete saabu wawde hen rentu nden noon ko wonɓe ganduɗa hoorema ko ɓen gokkete wawde hen suuɓ ɗum taki ñande goo ko wayno jokkodirde he ngal ɗo kawral ko wayno oɗo université no waɗi hen yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓe nder ko kewata en fof ɓe tinatin ha ɓen goni wawatɓe suɓde e heko wayno ɗum ɗon inchallah. salminama jarama tigui on mbota molnirde ɗo e jama o ɓane yewtere nde juuti machallah nde noon ko ɗiɗo konnguɗi min dañno ko noon wayi fof ndeysan miɗen calmina ɗiɗo konnguɗi ne joomen darata ko ɓuuri ko hen laaɓe ko ɓuuri ko hen moƴƴuɓe cuuɓa joomen kono kadi jama o fof mbo salmine jama o fof mbo du'ane kono ngal ɗo jokkorgal kadi ngal du'ane yo Allah fa ngal yeeso ha kadi Fulɓe TV donc kadi minen miɗen on totta koye amen nde jahɗon ha ñande goo won gueɗe ɗe ganduɗa on kajoriɗe he amen son jekkitimin on noddi min tan min garat min denta hen inchallah te ne waɗi kadi woɓɓe ganduɗa ɓe goni caggal amen eyyi simin mbi ɓe mbaɗe tan ɓe mbaɗat simin mbi ɓe golle ɓe gollat nde noon miɗen on juuro miɗen on totti koye amen inchallah wayno ɗeɗo golle inchallah Fulɓe TV inchallah min calmini foofen wa sallllahu ala nabina mouhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam machallah. musidɓe an ko ɗum kewan noon ɗo hannde Al Insan University ɗo nder Banjul ndin o jii hannde yewteji baɗɗi fayda jewtama ɗo imamuɓe jewti ɗo ha ko hannde noon woni ko fuɗɗa ko inchallah a tawata eɗen continue e wattu fof wattu fi wani no wattu fof eɗen continue affaire janggue ɗe nden noon ɓe kalni ɗo mbiya ko samedi o huɓota inchallah nde ñande kadi e garat ɗo e gaddano yimɓe ko kewi ɗo ko on jarama ko min musidɗo moon Abdoulaye Mballo mbitte noon caméra Mballo e caméra ma woni Mamadou Saliou Diallo mi jitani kadi hoorejo Fulɓe TV o woni Adjatou Kadidiatou Diallo hay tampitiɗo télé o ɗum woni Samba Gladio Mballo ɗo wonɗo France on jarama. Jangen itten majjere mo janga hande no ani Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe o nemini